السلام عليكم. معكم أميرة أبو زيد. يلا بينا هنشوف احنا هنقدم مع بعض ايه النهاردة. هنقدم مع بعض وصفة جميلة جدا بناكلها في كنتاكي. معايا هنا بولة وهحط فيها معلقتين كبار من العسل الأبيض. لو مش متوفر عندك عسل أبيض تقدر تستغني عنه، تحطي بداله معلقتين من العسل الأسود أو معلقتين من السكر. تمام كده. هضيف باقي المكونات بتاعتنا. اول صوصات هنعمل النهارده صوص الريزو اللي بنقدمه مع الرز الريزو. هنشوف مع بعض احنا هنقدمه كمان مع ايه. بحط هنا معلقه كبيره من الخل، بحط شويه شطه، اضيف شويه ملح، معايا هنا صويا صوص. هنضيف حوالي معلقتين كبار من الصويا صوص. تمام كده. معايا هنا الكاتشب، هنحط حوالي نص كوبايه من الكاتشب. معايا هنا هوت صوص او صوص الشطه. هحط هنا حوالي 3 معالق من الصوص الشطة. هحط كمان صوص الباربيكيو، حوالي ربع كوباية من صوص الباربيكيو. تمام كده. هقلب كل المكونات دي مع بعضها كده. معايا هنا فص من الثوم، انا زودت هنا شوية من الشطة كمان، وفص واحد ثوم. وهقلب كده كل المكونات مع بعضها. بحاول افك كده الثوم لانه كان في جنب واحد، فحاولت ان انا افكه كده. الصوص بتاعي جاهز. هنبدأ مع بعض نعمل الرز بتاعي. معايا هنا رز مصري مغسول ومنقوع. بجيب هنا الحلة وبحط فيها معلقتين كبار من الزبدة او السمنة او الزيت. انا حطيت هنا خليط من الزبدة والزيت. هبدأ اسيبهم يسخنوا شوية وهنزل ببصلاية متوسطة متقطعة قطع صغيرة. البصل زي ما انتم شايفين كده متقطع. هنزل بالبصلاية المتوسطة وهقلب شوية في البصل لحد ما ياخد معايا لون ذهبي حلو كده، علشان ما يظهرش قوي في الرز ويكون مستوي زي ما انتم شايفين كده. هنزل هنا بفصين من الثوم. الثوم مع البصل مدي ريحة وطعم تحفة بجد. التكة دي بجد رهيبة. بقلب كده زي ما انتم شايفين البصل اخد لون ذهبي.
هبدأ هنا انزل بباقي المكونات بتاعتي. هنا نزلت بالمية، مية تكون بتغلي. هنظبط الملح بتاعنا. تمام كده. هحط مكعب مرقة، لو مش حابه تقدري ان انتي تستغني عنه او تحطي شوربه بدل الميه. انا حطيت هنا مكعبين من المرق. خلاص الميه بتاعتي غليت. هبدأ هنا انزل بالتوابل بتاعي. معايا هنا معلقه من 7 بهارات، وهحط شويه من الكاري وشويه من الكركم، برضو معلقه، علشان يدي للرز بتاعي اللون الاصفر. هنقلب كده زي ما انتم شايفين، وهننزل بالرز بتاعنا المصري المغسول والمنقوع، وهنظبط المية زي ما انتم شايفين. انا بخلي الرز بتاعي ما يكونش المية عالية عليه جدا، يعني شوية صغيرين بس. شايفين؟ انا بقلب علشان كل الرز ياخد كل التوابل والتشريبة والاضافات اللي احنا حطيناها كلها في المية، عشان الرز يبقى كله بنكهة واحدة. لما يغلي ههدي النار عليه متوسط، وبعد كده اشوفه لما ينشف خالص من المية هبدأ اهدي النار خالص لحد ما يستوي معايا، وهنبدأ نقدمه مع الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه. كده الرز زي ما انتم شايفين مفلفل ولونه تحفة. هبدأ هنا، شايفين ما شاء الله كان طعمه يجنن. انا هنا هقدمه مع التشيكن بوب كورن. هبدأ هنا احط قطع الدجاج اللي احنا عملناها كده. ان شاء الله الفيديو هنزله لكم برضو بعد الفيديو ده. بحط هنا الفراخ، تقدري تقدميه مع ستريبس، تقدميه مع اي فراخ مقرمشة يتقدم مع الرز الريزو. شايفين فراخ يعني تحفة جميلة جدا. بعد ما حطيت كده الفراخ هبدأ انزل عليها بالصوص اللي احنا عملناه، صوص اللي بيتقدم مع الرز الريزو. الوصفة جميلة جدا وسهلة وطعمها تحفة، وكمان ان انتي تقدري تقدميها لولادك وتحسسيهم ان هما بياكلوا اكل من المطاعم. كلنا عارفين ان اسعار مطاعم اكلها غالي جدا، فاحنا هنعمل بأقل الامكانيات في البيت زي ما انتم شايفين كده. هبدأ هنا بقى ازينها بشوية من الكزبرة او البقدونس، اي خضرة موجودة عندك يعني تقدري تضيفيها. تمام كده. ان شاء الله تجربوا الوصفة هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. كانت معاكم أميرة أبو زيد، واشوفكم على خير. وعايزة اشوف تطبيقاتكم على الفيسبوك وتقولوا لي رأيكم فيها. شايفين الجمال؟ تحفة، حاجة كده تفتح النفس. بألف هنا وشفا. باي باي.